السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد. النهاردة عملنا البقلاوة القمر دي يا جماعة، ما شاء الله كانت تحفة 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 من الجمال. شايفين بقى شكلها قمر كده ازاي، والتقطيعة بتاعتها كانت صغيرة كده وقمر. لو عملتيها في أي وقت مش هتاخد معاكي 5 دقايق بالكتير. شايفين قمر ازاي؟ أنا بحبها طرية من جوه كده ومقرمشة من بره. بصوا القطمة بتاعتها كانت بكل سهولة، ولا مجلدة ولا أي حاجة. شايفين؟ بصوا الجلاشة بتتقطع معايا بكل سهولة ازاي، وبتتقطع بكل سهولة ازاي، طرية من جوه ومقرمشة من بره. بقلاوة قمر 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 ما شاء الله. يلا بينا نشوف المقادير وطريقة التحضير. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت شوية من السوداني، الكمية اللي تحبيها حطيها مفيش مشكلة. تمام، طحنتهم هنا في المطحنة، بس طحنتهم ناعم. دي اهم حاجة. انا عايزة بس احس في الجلاش بلمسة السوداني. تمام، مش عايزة احس ان هو ايه يجرش كده تحت السنان في الاكل، لا. تمام كده. حضرت حلة هنا وهحط فيها كوباية من السكر وكوباية من المية، واعصر عصرة ليمون عليها واضيفها على النار. عايزة تضيفي عليها فانيليا او معلقة سمنة بلدي مفيش اي مشكلة. وهنا كده حضرت لفة الجلاش اللي هستعملها، واهم حاجة تكون لفة الجلاش بتاعتي طازة ومدة صلاحيتها في نفس الاسبوع، يعني قريبة. تمام. بصوا طرية ازاي من جوه، دي اهم حاجة عشان ما تكسرش معايا بس وانا بلفها. هاخد هنا 3 ورقات. تمام. وهجيب معايا السوداني اللي انا كنت طحناه. بصوا زي الدقيق ازاي، مش باين له اي اثر، حتى في الاكل ما بيلهوش اي اثر. بلف الجلاش بتاعي رول كده زي ما انتوا شايفين، بس بوسع اللفة شوية عشان الجلاش ما يطلعش معايا معضم. بصوا مضفتش اي مادة دهنية لسه، بدون اي مواد دهنية بلفه كده من غير ما احط له اي حاجة. باخد 3 ورقات تاني واضيف عليهم وارش عليهم كده سوداني اللي انا طحنته معاكم. شايفين؟ بصوا بعرض الورقة ازاي، ما بياخدش معايا ثواني يا جماعة في اللف. يعني طريقة عمل في الطريقة دي في الجلاش سهلة جدا جدا جدا، ما بتاخدش ثواني. زي ما احنا شايفين كده. بكرر بقى العملية دي لحد ما اخلص لفة الجلاش كلها. بصوا كده ببعدهم عن بعض شوية، وهنا كده دول. بكرر العملية تاني معاكم زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله سهلة جدا جدا جدا، ما بتاخدش ثواني. بصوا حوالي صباعين كده من صوابعي عرضها، مش اكتر من كده. بتطلع جميلة جميلة جميلة. بصوا دول اخر 3 ورقات. تمام. بخلي بس الورق المكسر من جوه. بصوا بيبقى فيها ورق مكسر كده ومشرشر، بخليه من جوه ما بيعملش اي حاجة. برش عليهم بس اخر شوية سوداني. تمام كده. خلاص وبلفها. شايفين الورقة دي كانت معظمها مكسر. بلفها كده وبخلي الجزء المكسر ده اللي في الاخر في الصينية من تحت كده. خلاص خلصتهم زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله ما خدتش معايا ثواني. اول حاجة بعملها قبل ما اضيف المادة الدهنية بقطعها. انا قطعتها النهاردة. بصوا الحجم ده كان عاجبني قوي قوي قوي، وشفته في محل كده وانا ماشية، فحبيت ان انا ايه اطبق الوصفة يعني. التقطيعة دي حلوة جدا، ولو حطيتيها في طبق كده وزينتيها ممكن تاخديها هدية لأي حد، بيبقى شكلها قيم جدا وطعمها كمان حلو جدا. كده خلاص بعد ما قطعتها بالشكل ده بركنها بقى على جنب كده. تمام. لحد ما احضر بقى المادة الدهنية بتاعتي. حضرت هنا البولة بتاعتي، هحط فيها شوية من الزيت ومعلقة واحدة بس من السمنة البلدي. عايزة تضيفي زبدة مفيش مشكلة، عايزة تضيفي اي مادة دهنية تانية دي براحتك خالص، بس هو الجلاش بيحب السمنة البلدي.
تمام كده. هوزع بقى المادة الدهنية على الجلاش كله زي ما انتوا شايفين كده، اسهل طريقة، ما ورقتش ولا حاجة النهاردة بدون توريق. هو كده السمنة هو متقطع صغير، السمنة هتتشرب السمنة بتاعته كلها كده خلاص. ومادة دهنية قليلة مش كتير برضو، الميزة فيه النهاردة كده خلاص خلصته. هدخله بقى الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط. بصوا كده طلعته من الفرن، شايفين لونه أصفر ازاي، زي البقلاوة بالظبط يا جماعة. ما شاء الله كده الشربات بتاعي استوى برضو على النار. الشربات على فكرة كان دافي، مفيش اي مشكلة، مش هيعمل اي حاجة. عايزة بقى الجلاش بتاع النهاردة بتاعك ده يبقى طري، اول لما تطلعيه من الفرن كده وتضيفي عليه الشربات بتاعك زي ما احنا شايفين كده بغطيه. ولو انت عايزاه يبقى ناشف ما تغطيهوش. تمام. بصوا شايفين الورقة متفرقة من بعضها ازاي، متفرعة كده من بعضها. انا هغطيه عشان انا بحبه من جوه بيبقى طري. دقيقتين بس مش اكتر. تمام. بصوا بقى اما طلعته هنا، ما شاء الله ما شاء الله، تحفة تحفة تحفة. بسلكه بس من بعضه كده بالسكينة دي. بصوا بصوا بقى الجمال وبصوا الحلاوة، ما شاء الله كان تحفة تحفة تحفة. بصوا بخلصه كده من بعضه بس. تمام. بصوا بقى حاجة بجد تشرف، والله كان طعمه تحفة من الجمال، ما خدش 5 دقايق. تحفة تحفة تحفة، جربوه يا جماعة، كان بصراحة طعمه جميل جدا جدا جدا، والسمنة البلدي عطيله طعم حلو قوي. شايفين بقى وصفة النهاردة كده خلصت. اتمنى تعجبكم وتنول رضاكم، ومتنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. بصوا بقى الجمال، ما شاء الله، طري من جوه ومقرمش من بره. والسلام عليكم